ياسمين عبد العزيز مش لوحدها. اللي حصل جريمة مش إعلان. اللي حصل جريمة مش دعاية. خليني أبدأ من الآخر. اللي حصل مش دعاية، مش هزار، مش مجرد ترند والسلام. اللي حصل ده جريمة متكاملة الأركان. كل الدعم لياسمين مش عشان هي نجمة، لأ، علشان اللي حصل ممكن يحصل لأي ست غيرها، والسكوت معناه إن الدور جاي على غيرها. اللي كتبته ياسمين مش فضفضة ولا لحظة عصبية، ده وجع ست اتعرضت لتشهير مقصود، تشويه متعمد، ومحاولة كسر قدام الناس كلها. صور متفبركة، حسابات وهمية، صفحات معمولة مخصوص عشان تدمير السمعة. وخليني أقولها بوضوح: استباحة سمعة ست تحت أي مسمى، إعلان، مسلسل، شهرة، أي مجتمع يقبل إن صورة ست تتشوه ويتعمل لها محتوى قذر وتتسحل كرامتها، يبقى مجتمع محتاج يقف قدام نفسه. لأن النهاردة ياسمين، بكرة موظفة، بعده طالبة، بعده أم. والقانون هنا واضح. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بيجرم نشر أو تداول أو تصنيع صور أو محتوى ينتهك الحياة الخاصة أو السمعة. مش بس كده، قانون العقوبات بيعاقب على القذف أو التشهير أو التعدي على الكرامة. فاللي فاكر إن الفبركة بتطلع من المسؤولية، لأ، الفبركة جريمة أكبر. وخليني أتكلم بجد عن الست. مش كل الستات عندها ظهر أو محاميين أو جمهور. في ستات بتتكسر في صمت وبيتقال عليها جملة واحدة: خلاص سيبها. عشان كده السكوت مش دعم ومش حل. السكوت هنا مشاركة في الجريمة، والدعم هنا مش هاشتاج. الدعم إننا نفهم ونوعي ونرفض. كل الدعم ليكي يا ياسمين في حقك القانوني، وكل الدعم ليكي كإنسانة قبل ما تكوني فنانة. والرسالة الأهم لكل ست: انتي مش لوحدك، والقانون في صفك لو عرفتي تاخدي حقك. اعرفي حقك، لأن الكرامة غير قابلة للتفاوض.